في كأس العالم 2022 حقق المنتخب المغربي إنجازا تاريخيا أبهر العالم. بدأ أسود الأطلس مشوارهم بتعادل مع كرواتيا، ثم فوز مفاجئ على بلجيكا بهدفين مقابل لا شيء، وتأهلوا كمتصدرين لمجموعتهم بفوز على كندا بهدفين مقابل هدف. في دور 16 فجروا مفاجأة مدوية بإقصاء إسبانيا بركلات الترجيح بعد مباراة ماراثونية انتهت بالتعادل السلبي. وفي دور 8 أطحوا بالبرتغال بهدف نظيف، ليصبحوا أول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم. في نصف النهائي خسروا أمام فرنسا بهدفين مقابل لا شيء، وفي مباراة تحديد المركز الثالث خسروا أمام كرواتيا بهدفين مقابل هدف. على الرغم من الخسارة في آخر مباراتين، فإن وصول المغرب إلى هذا الدور يعتبر إنجازا غير مسبوق، حيث قدموا أداء بطوليا وروحا قتالية عالية، وأثبتوا أن المستحيل ليس له مكان في عالم كرة القدم. سيبقى هذا الإنجاز محفورا في ذاكرة كرة القدم العربية والأفريقية والعالمية، وسيذكر دائما بأن المغرب وصل إلى ما وراء دور 16 إلى ما وراء دور 8 حتى وصل إلى المربع الذهبي.